الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا حتى بلغنا هذا الشهر الفضيل وجعل فيه مواسم للخيرات وأيام مباركات، فله الحمد على نعمائه وله الشكر على آلائه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة مسعودي وردان من قسم التميز أكاديمية الإتقان للقراءات وعلوم القرآن. أمضي معكم نفحات اليوم الرابع من شهر رمضان من سلسلة لطائف وكنوز قرآنية بعنوان خالص الجمان في اغتنام رمضان. أما بعد، أتى رمضان فأشرق الكون نورا، وزان الدنا عطرا وفاح عبيرا، تراقص شوقا في القلوب هلاله، وفي النفس بشر يملأ الدهر نورا. ها قد حل علينا موسم عظيم مشروع من مشاريع الآخرة والتجارة الرابحة مع الله الكبير المتعال. إنه شهر الصيام والقيام، شهر الخيرات والطاعات، شهر تضاعف فيه الأجور والحسنات، شهر الرحمات والنفحات، شهر العتق من النيران والفوز بأرض الجنان، شهر لتهذيب النفوس والسير بها إلى ما يرضي الملك القدوس، شهر الرحيل بالقلوب إلى علام الغيوب، شهر المنافسة والمسارعة، شهر المجاهدة والمصابرة، شهر العباد والصالحين، فما أعظمه وأبهاه وأسماه، فهنيئا لك إدراكه. أحبتي، ونحن مسافرون إلى الله وكلنا جسد واحد، وبالمنطلق المحبة الصادقة والأخوة الحقة، أذكر نفسي وإياكم أن ننتهز هذه الفرصة في المسارعة إلى الخيرات قبل الفوات وحلول هادم اللذات، قبل العجز والمرض، قبل الضعف والهرم وصوارف الحياة. ولو فطن المرء لنوائب دهره وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة ومغارمه مجبورة. وقد قيل لأحدهم: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. وورد في الأثر: من فتح له باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. فالبدار البدار والجد الجد، فالتجارة قائمة والفرصة باقية، والعمر محدود والسفر طويل والزاد قليل والناقد بصير. فلنعلن ساعة النفير للإقبال على الله، ولتتأهب النفوس، فغدا الرحيل وملاقاة الجليل. فما العمر إلا صفحة سوف تطوى، وما المرء إلا زهرة سوف تذبل. أيها المستثمرون، الجنة سلعة الله غالية وجد غالية، فلنبدد غيوم العجز ولننفض غبار الكسل. كن جادا في استغلال هذه الفرصة، فما هي إلا أيام وتمضي، والموعد الجنة بإذن الله تعالى. لا تجعل أيام رمضان كسائر أيام سنة، ولا تجعل رمضان هذه السنة كرمضان السنة السابقة. اجعل هذه المحطة منطلق للتغيير نحو الأفضل. اصدق النية، توكل على الله، وانطلق نحو الأمام. أيا باغي الخير أقبل، فباب التقى مفتوح لك نورا. تناديك جنات النعيم فشمرا، وقم للعبادات فز مستنيرا. إلى أن ألقاكم في موعد آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.